تخيل انك قاعد مع راجل كبير في السن بيحكي لك عن حياته كلها، الحب، الحرب، الاحلام المكسوره. بس الراجل ده ما بيسكتش وبيفضل يحكي عن كل حاجه، لانه عارف انه اول ما يسكت القصه هتموت معاه. فقرر يحكي حياته كلها في نفس واحد وقعده واحده، 117 صفحه في جمله واحده من غير ولا نقطه ولا توقف. بالمناسبه ده مش خيال، ده كتاب حقيقي غير مفهوم الروايه في العالم كله. كتابنا النهارده Dancing Lessons for the Advanced in Age، او دروس الرقص للمتقدمين في العمر. مؤلف الروايه هو بوهيميل هارابال، عبقري الادب التشيكي. كتاب اتكتب سنه 1964 في وسط الحرب البارده والقمع الشيوعي. اللي بقوله لك ده مش خيال، دي روايه حقيقيه مكتوبه بالكامل في جمله واحده. وخلينا نتكلم عن الكتاب. الكتاب فيه 3 اسرار مهمه جدا. السر الاول هو سحر النفس الواحد. هارابال اكتشف سر نفسي عبقري جدا، وهو ان الدماغ البشري بيكره التوقف في النص. فانت لما بتسمع حد بيحكي وما بيوقفش، عقلك بيدخل في مرحله انتظار القفله، تقعد مستني النهايه حتى لو القصه طويله. وجرب كده تحكي لواحد اي حكايه وتقول له استنى لما اخلص الكلام كله اللي في دماغي، هتلاقيه مش على بعضه ومش قادر يسيبك حتى لو الحكايه عاديه، بس عقله خلاص اتبرمج انه يفضل مستني لغايه النهايه. السر التاني في الروايه النهارده وهو الضحك اللي بيداري الالم. الراوي بتاع القصه ما كانش مجرد عجوز بيحكي القصه وخلاص، ده فنان كان بيستخدم الضحك كمسكن للالم. يعني مثلا كان بيحكي نكته بذيئه وبعدين فجاه يفكرك باصحابه اللي ماتوا في الحرب، وفي النص بيوصف جمال البنات، وبعدين بيقول لك انه بقى وحيد وخايف من الموت. توليفه كده تحس ان كل قصه لوحديها بس هم قصه واحده في الاخر، باسلوب كوميديا سوداء بتضحك الناس علشان ما تخليهمش يعيطوا. حاجه كده زي الستاند اب كوميدي، انت بتضحك الناس على المهم او اوجاعهم. فاهم قصدي؟ السر الثالث الحقيقه اللي شايفه عبقري، وهو انك ازاي تخلي تاريخك الشخصي جزء من تاريخ العالم. وخليني اقول لك ان هارابال عمل حاجه عبقريه جدا، انه خلط تاريخه الشخصي وهو بيحكي بتاريخ اوروبا كلها. يعني مثلا كان بيحكي عن حبيبته وفجاه يغني اغنيه من الجيش النمساوي، بيوصف شارع في براغ ويربطه باسطوره اغريقيه قديمه، بيتكلم عن البيره التشيكيه ويدخلك في فلسفه الوجود، بيدخلك في احساس ان قصه الراجل العادي ده هي قصه اوروبا كلها. من الحاجات الغريبه جدا في القصه دي وهي بتتكتب ان هارابال كتب المسوده بتاعت الروايه دي على شرايط ورق من مطبعه بيره. الورق ما كانش بيتقطع والجمله برضه ما كانتش بتتقطع، وده اللي طلع لنا الابداع ده. فاحيانا القيود بتولد ابداع. في حاجه لطيفه جدا حصلت على الروايه دي في جامعه براغ، الاساتذه بيعملوا تجربه هناك عن القراءه، فبيطلبوا من الطلبه انهم يقروا الروايه كامله بصوت عالي في جلسه واحده من غير ما حد يوقف لمده 4 ساعات. النتيجه هنا ان الطلبه بيحسوا بنفس الدوخه بتاعت الراوي ونفس شعور الجري من الزمن. كانت تجربه مثيره الحقيقه. المؤلف استخدم تقنيه كده في كتابه الكتاب ده، وهي سلسله التشويق بدل الفقرات المنفصله. يعني مثلا كان بيربط الافكار في الكتاب بحاجات زي مثلا الاغرب من كده ويكمل، او يحكي قصه وبعديها يقول بس اللي محدش يعرفه ويكمل، او هو في نص قصه بيقول لك وفجاه اكتشفت ويكمل. بتخلي دايما اللي بيقرا بيحس ان هو لا، هو في حاجه اهم من اللي كان بيقراها او اللي كان بيسمعها دلوقتي، فيكمل قرايه القصه. جرب تكتب بوست على الفيسبوك بالاسلوب ده وشوف الفرق في الانجيجمنت. بالرغم من الكتاب قديم، بس تقييمه على جود ريدز باكتر من 2400 تقييم، 3.6 من 5. والغريب الحقيقه في تقييمات الكتاب ده على امازون، التقييمات مختلفه جدا عن بعض. الناس يا بتحبه جدا يا بتكرهه جدا، مفيش حد في النص. طيب دلوقتي تعال نقول هو الكتاب ده مفيد لمين؟ لو انت كاتب او منتج محتوى فالكتاب ده مهم ليك. لو انت بتحب التجارب الادبيه فالكتاب ده ليك. لو انت عايز تفهم قوه الحكي وبتحب الروايات الطويله المتصله فالكتاب ده ليك. طيب الكتاب ده مش لمين؟ لو بتدور على روايه خفيفه قبل النوم فالكتاب ده مش ليك. ما بتحبش الادب المعقد او التجريبي فما انصحكش بيه. عايز احداث سريعه واثاره تقليديه اكيد برضه مش ليك الكتاب ده. لو عجبك الكتاب ده وعايز كتب من نفس المدرسه التجريبيه انصحك بالكتب دي. عندك سولار بونز لمايك ماكرومك، وده بالمناسبه تلميذ هاربل، وعندك كلاسيكيه بتاع ماركز بتاعت 100 عام من العزله، وعندك مقهى على الشاطئ. سعر الكتاب من 15 ل 20 دولار تقريبا. لو انت كاتب او مهتم بالادب فاعتقد ان الكتاب ده 100% هيفيدك. من الجمل الحقيقي المؤثره في الكتاب ده انه الحياه جمله واحده طويله، محدش عارف فين نقطه النهايه. وبعد ما شفت الروايه دي خليني اسالك سؤال، هتعرف تحكي قصه حياتك؟ ولو هتحكيها في جمل قصيره متقطعه ولا حكايه طويله متصله وهتعرف تعمل ده؟ لو عجبك الكتاب والفيديو ده متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه، وقول لي في الكومنتات ايه اطول جمله كتبتها في حياتك. واشوفك مع كتاب جديد. سلام.